كل المدن سقطت، ده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. خليك معايا وكمل الفيديو للاخر علشان تعرف القصه بكل تفاصيلها. في الوقت اللي سقطت فيه كل المدن والعواصم العربيه، وقفت قاهره المعز لدين الله شامخه كالصخره العتيه في مواجهه الصعوبات. القاهره هي فعلا قاهره الاعداء وقاهره الازمان وقاهره المعتدين وقاهره الفاسدين والمفسدين. لازم كلنا نعرف ان مصر هي وحده الامه وامنها، مصر هي شمل العرب وقوتهم، مصر هي عز الاسلام ومناره المسلمين. ولو انت ما تعرفش يعني ايه مصر، تعال انا اقول لك. مصر هي اللي زلت الهكسوس وطوت صفحتهم من كتب التاريخ. مصر هي اللي ضيعت احلام قنبيز الفارسي بعد ما استولى على بلاد الجزيره العربيه. مصر اللي دمرت اطماع التتار والمغول في تحقيق امبراطوريه عظمى بعد ما سقطت بغداد ودمشق وبلاد الشام. مصر اللي كسرت عزيمه الحمله الصليبيه بعد ما حشدت اوروبا اقوى وافضل فرسانها واحتلوا بلاد الاسلام والمسلمين، ولما وصلوا مصر انكسر درعهم وانحنى سيفهم. مصر اللي هبط تحت اقدام ابنائها خط بارليف وكانها بتوصل رساله للي بنوه بتقول تحت رمال هذه الارض تدفن امنيات غير اهلها. لو لسه ما تعرفش يعني ايه مصر، فاحب اوصفها لك في جمله واحده بس: مصر هي مقبره الجزاء. بعد اللي احنا شايفينه ده تحس انه التاريخ بيعيد نفسه وبيرجع بالزمن لورا علشان يبدا من نقطه معينه وقف عندها قبل كده وما انتهاش. هتلف الايام وتدور وهنشوف بنفسنا وهنثبت للعالم كله كمان انه مصر هي فعلا حصن العرب المنيع. وفي نهاية الفيديو أحب أقول لك إنه الأسد ممكن يمرض لكن ما بيموتش، ولو حد قرب منه بيسقر ليعلم أعداءه لأي منقلب ينقلبون. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع.